السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة يا أبطال هنحل مع بعض التقييم التكويني على الموضوع الأول من كتاب الامتحان لغة عربية الصف الأول الإعدادي، صفحة 57 وصفحة 58. يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك يا بطل واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ونقول بسم الله. اقرأ ثم أجب. في قلب القاهرة القديمة، حيث تتراقص العمارة المملوكية على أنغام الزمن، تقع حارة الجمالية، حارة تتنفس عبق التاريخ وتزخر بأرواح بسيطة بتعيش بساطة الحياة بكل ما فيها من فرح وحزن وحب وكره. حب وكره دي عكس بعض، تضاد اهو يا شباب، وفرح وحزن ده تضاد، أمل ويأس برضو تضاد. تشبه أزفة الحارة شرايين الحياة المتدفقة. هو هنا بيشبه لك يا شباب الحارة والروح اللي فيها كأنها ايه، كأنها ايه، تشبه أزقة الحارة شرايين الحياة. طيب، تنبض بالحركة والنشاط منذ ساعات الصباح الباكر. تزين هذه الأزقة رسومات جدارية. هي بتزين ايه؟ بتزين رسومات جدارية بتجسد مشاهد من الحياة اليومية، وتضفي هذه الرسومات لمسة فنية على الحارة. في أحد أزقة هذه الحارة عاش فتى بيدعى يونس. تبدأ القصة من هنا يا شباب. عيناه السوداوان كحجر الفحم تعكسان ذكاء وفطنة لا مثيل لهما. يونس ده كان عايش في حارة الجمالية، عنده عينين سوداوان حلوين جدا كده كحجر الفحم، يعني من شدة السواد بيقولك زي الفحم، وده بيدل على ذكاء وفطنة يونس ده. طيب، ابتسامته بيضاء كالثلج. هو هنا ده تشبيه اهو، بيشبه الابتسامة كأنها ايه، ثلج من شدة البيض. طيب، بتنير أرجاء الحارة، من كتر ما هو ابتسامته حلوة بتفرح الحارة كلها وبتنورها، وتدفئ قلوب أهلها. كان يونس بمثابة شمس بتضيء دروب الحارة، ونسمة عطرة بتنعش أرواح ساكنيها. بيقول لك هنا في أحد الأيام بينما كان يونس بيلعب بالحارة، لفت انتباهه، نركز بقى مع بعض، صوت بكاء خافت قادم من أحد البيوت. اقترب يونس بحذر ونظر من خلال نافذة صغيرة، فشاهد امرأة عجوز جالسة على الأرضية بتبكي بحرقة. يبقى هو كان ماشي في يوم من الأيام في الحارة وكان بيلعب، لفت انتباهه صوت حد بيعيط، فهو تتبع الصوت لقاه طالع من أحد البيوت، فدخل البيت ده بالراحة خالص كده، وشاهد امرأة ايه، عجوز جالسة على الأرض بتبكي بحرقة، يعني بتبكي بشدة يعني. دخل يونس المنزل دون تردد وسأل المرأة عن سبب بكائها. قال لها انت بتعيطي ليه؟ فأخبرته بأنها مريضة ولا تستطيع العمل، تعبانة ومش قادرة تشتغل انها تصرف على نفسها، وليس لديها أحد يساعدها، ما عندهاش أطفال، ما عندهاش قرايب حد يساعدها ويجيب لها الدواء، يجيب لها العلاج، يساعدها بفلوس أو أي حاجة. طيب، فشعر يونس بحزن عميق تجاهها وقرر مساعدتها. منذ ذلك اليوم أصبح يونس بمثابة ابن لهذه المرأة، كان يحضر لها الطعام والدواء. شوف بيدل بقى على عطائه هو وخيره، انه كان بيجيب لها الطعام والدواء وبيساعدها في أعمال المنزل، كما كان يجالسها ويسليها ويخفف من وحدتها. مع مرور الوقت كبر يونس وأصبح شاب قوي، عمل بجد واجتهاد وساعد عائلته والمرأة العجوز على عيش حياة كريمة. وظلت حكايات يونس تتردد في أزقة الحارة لسنوات طويلة، بتحكى للأطفال كدروس في العطاء والتضحية وحب الناس. يبقى هو ساعد الست يا شباب اللي هي الامرأة العجوز، وكان بيحضر لها الطعام والدواء، وكان بيساعدها في أعمال المنزل، وكان بيسليها وبيخفف من وحدتها. طيب، بيقولك هنا أولا تأكد من فهمك ثم اختار الإجابة الصحيحة. الذي يزين أزقة الحارة إيه؟ قال لك رسومات جدارية أهي. قال لك هنا إيه؟ يزين هذه الحارة رسومات جدارية. يبقى ايه؟ رسومات جدارية. وصف الكاتب يونس بانه ايه؟ هتقول له بانه شمس مضيئة. خلاص، شمس ايه؟ شمس مضيئة. طيب، تعالى هنا بيقول لك ايه بقى؟ ماذا فعل يونس عندما سمع بكاء المرأة؟ هتقول له قرر يساعدها. هو لم يهتم بأمرها؟ لا، خطأ. دعا لها؟ لا، هو قرر مساعدتها. طيب، استنبط من خلال قراءتك المكان كان فين؟ هتقول له منزل بحارة في الجمالية. المكان ده كان بمنزل في حارة في الجمالية، لأن هو يونس بيعيش في الجمالية. طيب، الزمان هتقول له في أحد الأيام. هو ذكر هنا وقال لك في أحد الأيام أهو. بص، الزمان في أحد الأيام بينما كان يونس يلعب بالحارة، يبقى في أحد الأيام. طيب، مع كتابة 4 أدلة لكل منهما. طيب، أنا هقول بالنسبة للمكان هقول له صوت قادم من أحد البيوت، ده مكان اهو.
نظر من خلال نافذة صغيرة، دي مكان. طيب بيحضر لها الطعام، دخل يونس المنزل، ده مكان. والحياة اليومية برضو مكان. طيب استخرج تضاد من القطعة ووضح أثره في المعنى. أنا هقول له هنا التضاد، في هنا عندك فرح وحزن، ده تضاد بيوضح المعنى وبيبرزه. عندك برضو حب وكره اهي، حب وكره برضو ده تضاد بيبرز المعنى ايه، بيوضح المعنى ويبرزه. وعندك برضو أمل ويأس. خلاص اكتب اي واحدة منهم. خلاص يا شباب اهو، عندك حب وكره، عندك فرح وحزن، عندك ايه، امل ويأس. احنا كده حلينا صفحة 57. ننتقل الى صفحة 58. ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا يا بطل. بيقول لك هنا دلل على ما قرأت من القطعة، يعني اكتب عنوان مناسب للقصة ثم اذكر سبب اختيارك لهذا. هقول له العطاء والتضحية. ليه بقى انا اخترت السبب ده او العنوان ده؟ هقول له لان يونس ضحى من اجل مساعدة المرأة العجوز وكان يحضر لها الطعام والدواء. هويته المصرية، حلل ذلك مستشهدا بأدلة نصية. انا هجيب لك من القطعة لان ما ينفعش اكتبها هنا، انا عامله لك على 3 سطور اهي، اللي هي تتنفس عبق التاريخ وتزخر بأرواح بسيطة تعيش ببساطة الحياة بكل ما فيها من فرح وحزن وحب وكره وأمل ويأس، وتشبه أزقة الحارة شرايين الحياة المتدفقة، اللي هم 3 سطور دول يا شباب. خلاص. طيب نيجي بقى للسؤال رقم 2. نشاط 2 بيقول لك اذكر سبب رفع الكلمات التي تحتها خط. طيب أول كلمة بيقول لك هنا إيه؟ أقامت المدرسة حفلا ليوم اللغة العربية، يبقى المدرسة هنا فاعل مرفوع على رفعه الضمة. ظل المعلمون، يبقى اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إنك طالب، يبقى طالب دي خبر إن يا شباب. هو مقاتل، يبقى مقاتل دي خبر. الصحة تاج، يبقى الصحة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. حضر أبو، يبقى أبو هنا فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. طيب نشاط 3 بيقول لك ضع خط تحت الفعل المضارع ثم اذكر حالته الإعرابية وعلامة إعرابه. طيب يراقب، يراقب دي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا تترك أخاك وقت الحاجة، يبقى تترك ديت فعل مضارع مجزوم بالسكون. لن أضيع، يبقى أضيع فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة. لا يفيد فعل مضارع مرفوع بالضمة. نحن لا نقول إلا الصدق، نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا تسعى إلا في الخير مجزوم بحذف حرف العلة. يذكر الأب أبنائه بعدم المنكرات، بعدم فعل المنكرات، يبقى فعل مضارع مرفوع بالضمة. ضع خط تحت كل اسم معرفة ثم اذكر نوعه، معرف بأقل ولا بضمير ولا ايه بالظبط؟ طيب السماء صافية، السماء هنا يا شباب دي معرفة بأقل عشان فيها ألف ولام. أشجار الزيتون، الزيتون دي معرفة بأقل عشان فيها ألف ولام. أنتم دي ضمير ودي معرفة طبعا، والوطن برضو معرفة عشان فيها ألف ولام. جاء الذي، الذي دي اسم موصول. الجائزة دي معرفة بأقل. هذه دي اسم إشارة. علي تلميذ مجد، يبقى علي هنا ايه؟ علم. ماشي يا ابطال. يلا بينا. بيقول لك هنا ايه؟ حدد الافعال الخمسه فيما يلي ثم اذكر علامه اعرابها. المجاهدون يضحون لاجل اوطانهم، يبقى يضحون دي فعل مضارع مرفوع بثبوت الايه؟ بثبوت النون. طيب اياك ان تتركي، يبقى تتركي ديت فعل مضارع منصوب بحذف النون. يعني المفروض تتركينا بس هو طبعا متشال النون، يبقى فعل مضارع منصوب بحذف النون. هما لم يقصرا فعل مضارع مجزوم بحذف النون. أنتم تصنعون مرفوع بثبوت النون. خلاص يا أبطال. بيقول لك هنا نشاط 6 اكتب مقال وصف مكان ترفيهي قضيت فيه وقتا ممتعا مع أصدقائك مراعيا عناصر المقال المقدمة والموضوع والخاتمة مع التركيز على وصف المكان ووصفا معبرا دقيقا والجو العام مع اختيار المفردات والكلمات. طب يلا نقول بسم الله. رحلة إلى محمية رائعة، ده المقال. العنوان أهو المقدمة يا شباب، رحلة إلى محمية رائعة. ذهبت إلى رحلة مع أصدقائي إلى محمية وادي الريان. خلاص يا شباب. الموضوع بمحافظة الفيوم المكان، وهي من المحميات الطبيعية في مصر، كما أنها بتعد مزار لمن يبحث عن الهدوء. عند المدخل بيلفت نظرك الرمال الذهبية. احنا فين؟ التي تنعكس عليها أشعة الشمس التي تشبه الذهب. احنا كده بنوصف المكان، هو وصف ايه؟ وصف معبر ودقيق. وبنوصف برضو الجو العام. والمياه الصافية كالمرآة
والطيور بألوانها الرائعة. وفي وسط المحمية بتجد النباتات الصحراوية والشلالات الطبيعية التي يحيطها الخضرة والطيور المهاجرة والجبال الصخرية والكثبان الرملية. إنها حقا بتدعو إلى الفخر والإعجاب بما في بلدنا. حقا إنه يوم لا ينسى. كده يا أبطال وصلنا لنهاية الفيديو. حلنا مع بعض الموضوع الأول صفحة 57 و 58 من كتاب الامتحان لغة عربية الصف الأول الإعدادي. يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.